بسم الله الرحمن الرحيم. ماتش ريال مدريد وتالافيرا في كأس أسبانيا شهد لقطة تحكيمية قلبت الدنيا بعد ما الحكم حسب ضربة جزاء للريال جه منها الهدف الأول قرب نهاية الشوط الأول. ريال مدريد قدر يتقدم في الماتش بفضل ضربة جزاء وصفتها الصحافة بأنها مش مفهومة. صحافة مدريد نفسها قالت إنها مش مفهومة، وكانت هي اللقطة اللي الناس كلها بتتكلم عنها. الحقيقة إن الريال كان هو الطرف الأقوى طبعا واللي مسيطر قدام تالافيرا، وعرف يترجم السيطرة دي لهدف قبل نهاية الشوط الأول وأتبعه بهدف تاني قبل صافرة النهاية. بس الطريقة هي اللي خلت الكل يستغرب لما الحكم صفر وحسب ضربة جزاء مشكوك فيها لصالح الميرينجي. طبعا كيليان امبابي ما كدبش خبر، دخل وشاطها في الجول بكل ثقة عشان يدي التقدم لفريقه، واللقطة دي خلت جماهير تالافيرا تولع المدرجات وقعدوا يطلقوا هتاف ضد ريال مدريد، وكانوا بيقولوا هي دي طريقة فوز مدريد. خلينا نتكلم عن تفاصيل ضربة الجزاء اللي عملت أزمة. قبل نهاية الشوط الأول ب5 دقايق والنتيجة لسه 0-0 رغم ضغط الريال، الحكم كوادرا فرنانديز فاجئ الجميع وصفر ضربة جزاء بحجة إن الكرة لمست إيد ماركوس مورينو مدافع تالافيرا. اللقطة بغت لما مورينو كان بينافس ألفارو كاريراس على كرة عرضية ساقطة بسرعة. الكرة خبطت في دراع مورينو بعد ما فشل إنه يبعدها براسه. في الأول الحكم مشى اللعب وعادي، بس بعد ما لعيبة ريال مدريد اتلموا عليه وقعدوا يحتجوا غير رأيه فجأة وحسبها، وده اللي فتح باب الانتقادات على البحري. خلينا نوصل للنقطة الأهم، وهي رأي خبراء التحكيم في اللقطة دي. طبعا خلينا نبدأ بخبير صحيفة آس الإسبانية إيتورالدي جونزاليس. هنستعرض رأيه سريعا وبعد كده نرجع نتوسع في كلامه. قال إنها مش ضربة جزاء خالص، إيد اللاعب كانت تحت وفي وضع طبيعي. وبالمناسبة إيتورالدي مش بس خبير تحكيم، وهو حكم دولي سابق. أنطونيو روميرو من إذاعة كادينا سير وصف اللي حصل ده بالفضيحة، قال إن اللي حصل ده فضيحة، دي ضربة جزاء كاريراس هو اللي حسبها مش الحكم. يعني طبعا بيقصد إن اللاعب هو اللي أثر على الحكم بالاعتراض. ونروح بعد كده لبولي رينكون من إذاعة كادينا كوبي الإسبانية برضه. وصف قرار الحكم في ركلة الجزاء بكلمة واحدة وقال عنها مخجلة. أما الصحفي توماس جواش طبعا في صحيفة آس قال اللي حصل ده ما يصحش، وكان المفروض امبابي يضيعها من باب الروح الرياضية، طبعا لأن ما فيش فار في الكأس، لأن ما يقدرش يراجع اللقطة. فكان على الأولى، هو شايف إن كان امبابي يضيعها، ولكن ده ما بيحصلش بالتأكيد، ومبابي بيسجل الهدف وبيفوز الريال في النهاية 3-2 على الفريق المحلي. نرجع طبعا لكلام إيتورالدي جونزاليس اللي هو الخبير الأشهر في أسبانيا وخبير صحيفة آس، مع طبعا خبير صحيفة ماركا. هتكلمه قال إيتورالدي قال إنها مش ضربة جزاء خالص، الكرة خبطت في إيد مدافع تالافيرا فعلا، بس إيده كانت تحت وفي وضع طبيعي، والكرة كانت ساقطة من فوق. الحكم حسبها وحاول يبرر إن إيد المدافع كانت مرفوعة لمستوى الكتف، بس الإعادة التلفزيونية أثبتت إن كلامه مش صح. وللأسف عشان ما فيش فار في الدور ده من الكأس، القرار فضل زي ما هو، ومبابي سجل منها الجول الأول. طبعا إيتورالدي حلل كمان كذا لقطة. فيه كمان كورة ولقطة إندريك وقع جوه المنطقة، بس إيتورالدي قال إنها مش ضربة جزاء برضه، وأشاد بمدافع تالافيرا كوينكا ووصف اللي عمله بإنه تصرف دفاعي عبقري، وإن إندريك هو اللي خبط في الحارس وهو بيقع. وعن لقطة مطالبة تالافيرا بضربة جزاء، قبل اللقطات دي تالافيرا طبعا طالب بضربة جزاء لما مهاجم الفريق وقع وهو بيشوط، بس إيتورالدي أكد إن المهاجم خبط في الأرض ومحدش لمسه، فالحكم كان صح إنه ما حسبهاش. طبعا بنروح للقطة ماستانتونو. طبعا ماستانتونو مسك الكرة بإيده بوضوح لما لقاها هتخرج منه. لعيبة تالافيرا طلبوا بإنذار، بس إيتورالدي قال إنها لمسة إيد عادية وما تستاهلش إنذار لأنها ما أثرتش على هجمة خطيرة. دي كانت آراء الحكام في اللقطة اللي سجل منها الريال الهدف الأول. وخلينا نشوف زي ما بنقول دايما ادعمونا باللايك، احنا بننقل لكم الصورة فقط واللي بيحصل.
دي مش وجهات نظرنا ولا أي حاجة، وبالتالي يعني الdislike بيزعجنا ويتعبنا وبيأثّر بالسلب على الفيديو والقناة. نتمنى منكم تتقبّلوا كل الآراء، والاختلاف في الرأي في الأساس لا يفسد لأي وِد قضية. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.